أنا نفسي أفهم ليه بس وعشان إيه تشتري طبق فيه معلقتين ب15 جنيه، مع إنك بنص كيلو فول بس هتقدري تعملي أكتر من 17 طبق. كل اللي عليكي يا قمر إنك هتجيبي نص كيلو من الفول وتنقعيه شوية كده لمدة 6 ساعات، تمام كده. وبعد 6 ساعات هنكون محضرين على النار حلة وفيها مية بتغلي، تمام. وهنا انا بوريكم ان انا بعمل حمص برضو نقعاه لمده 6 ساعات، وضفت برضو ميه بتغلي على النار، وهبتدي ان انا اسلق الحمص هو كمان، تمام كده. تعالوا بقى نروح للفول بتاعنا. اول ما ياخد غلوه كده على النار هنبتدي ان احنا نضيف له معلقتين كبار من اللي هو العدس الأحمر، ومعلقتين كبار من الفول المدشوش، تمام. وكل ده على نار عالية الأول، ومعلقة سكر واحدة بس، معلقة صغيرة هتساعد إن هو يستوي معانا، مش هياخد أزيد من ساعة ونص على النار، تمام كده. هنقلب الكلام ده كله كده تقليبة كويسة، وأول ما ياخدوا غلوة هنكون محضرين ليمونة كاملة كده صحيحة، يا دوبك بس شقها من النص، وطماطماية مخرطات خريط صغيرة، تمام كده. وفي الوقت ده هنهدي عليه بقى النار سهرية ونسيبه ساعة ونص لغاية ما يستوي. وتعالوا هنا نعمل مع بعض الحمص. هنحضر 4 طماطمات كبار مع بصلتين مع 4 فصوص من الثوم، وهناخد الكلام ده كله كده مع كوباية من المية ونضربهم في الخلاط. والحمص بتاعي يكون استوى، يعني يكون خلاص بقى مستوي او داخل على سوا كده. نبتدي بقى نضيف الخلطة اللي احنا ضربناها في الخلاط دي كده على طول ني في ني فوق الحمص، تمام. يا دوبك هياخد غلوتين 3 على النار، مش اكتر من كده. في الوقت ده بقى هتكون محضرة مكعب مرقة دجاج وكمون وكزبرة وبابريكا وشوية ملح حسب الرغبة، وهضيفيهم برضو فوق الحمص، تمام. وهنديله تقليبة كويسة لغاية بس كده ايه ما ياخد غلوتين 3، لان هو كده خلاص مستوي. وما شاء الله استوى وبقى جاهز معانا. شايفين الجمال والحلاوة؟ بجد تحفة. عايزة اقول لكم كمية الحمص اللي انا جايباها دي ربع كيلو ب15 جنيه. عملت حلة، مش هتروحي تجيبي كيس ب15 جنيه، لا، عملت حلة والبيت كله شرب منها. بعد ما استوى معايا بقى حبيت اوريكم بقى وانا بصبه كده في المج معايا. ما شاء الله المج اللي معايا ده حراري بيبيض لما بيضيف فيه ميه سخنه، تمام كده. خلصنا الحمص معانا ما شاء الله. هنعصر عليه عصرة ليمونه وشطه حسب الرغبه، واحسن ما تشتريه من بره حاجه كده في منتهى الجمال، اوفر وانضف بكتير. ما شاء الله عليه. كمان الحبايه بتاعته كبيره جدا، ده هما كمان بيشتروا من الحمص الرخيص اللي بتبقى حبايته صغيره شويه. فكده عملتي احلى حمص في البيت بطريقه سهله وبسيطه. بصوا الحله دي كلها ب15 جنيه، ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف الفول بتاعنا بعد ما هدينا عليه النار بقى سهرايه وسبناه كده خد معانا ساعه ونص. ما شاء الله على جماله وحلاوته. يلا بينا بقى نطفي عليه النار ونغرفه بقى مع بعض. ما شاء الله. عايزه اقول لكم نص كيلو الفول ده ب25 جنيه، يعني الله اكبر عليه. ب25 جنيه هتعملي اكتر من 17 طبق. بصوا الجمال والحلاوة. مش محتاج غير انك تغرفي بقى كده حبة في الطبق وعصرة ليمونة وشوية زيت. عايزة اقول لكم طعمه مسكر، حاجة كده في منتهى الجمال والله العظيم. شوية ملح وشوية زيت وليمون وهتاكليه احلى من بتاع بره بكتير، حاجة كده وهم. وطبعا كيسي بقى الكمية كده في اكياس وشيلها في الفريزر وطلعي الكيس على وقت الاستخدام. شايفين الحباية مستوية ازاي؟ تحفة. وهنا لون الفول بيختلف، لو انت حباه فاتح، في فول بيبقى لونه فاتح شوية لكن الفول ده لونه احمر. فيا رب الفيديو يكون عجبكم. سلام عليكم.